لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم افهم صح. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الزر لايك أو إعجاب. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأحاول أن أرد على أخت في الله تكلمت في بعض الأمور التي لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والاختصاص. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى مرحبا بالإخوة والأخوات اللي كيفهموا الدارجة، مرحبا بكم جميعا. إلا كنت أول مرة كتشاهد القناة ما تنساش دير اشتراك وتفعل الجرس باش يعني يتوصلك كل جديد، وإلا كان عجبك الفيديو ما تنساش دير زر لايك أو جيم. في هذا الفيديو هذا غادي نرد على واحد الأخت مغربية بطبيعة الحال. هاد الأخت هادي يعني تكلمت في شي أمور وتكلمت في شي حوايج ما خص يتكلموا فيها إلا أهل العلم، يعني أهل العلم هما اللي خصهم يتكلموا في هذه المسألة، هذه مسألة الزواج. الأخت في كلامها تقول، هذه الأخت في كلامها أن تنصح النساء وتقول بأن هذا الفيديو خاص بالنساء، وتقول الرجال لا يدخلوا إلى هذا الفيديو، يعني كتقول هذا الفيديو راه خاص بالنساء يعني بالعيالات وبالأخوات، والرجال ما خصوش يدخلوا ليه. ولكن أنا تعمدت كعادتي أشاهد هذا الفيديو حتى أستفيد وأفيد، فوجدت أن هذه الأخت تتكلم بجهل كبير وتتكلم بغير علم ولا بينة ولا دليل ولا أي شيء. هذه الأخت تقول أنه يجب على كل امرأة تزوجت أن لا تنجب الأطفال حتى تمر 3 سنوات. لماذا؟ تقول حتى تنظر هذه المرأة في هذا الرجل، هل هو صالح، هل تستطيع أن تكمل معه الحياة، هل يعني بالخلاصة حتى يعني تفهم الرجل التي تزوجت به، وكأنها أخذت يعني اشترت هذا الزوج من محل البيع والشراء والعياذ بالله. يعني الأخت في الكلام ديالها كتقول بأن أي امرأة تزوجت وأي بنت تزوجت ما خصهاش تولد مع هذاك الراجل الأولاد تدوز 3 سنين. علاش لالا؟ قالت لك حتى تعرف الراجل وتعرف اش تحت راسو وتعرف طريقة التعامل ديالو وكذا وكذا. يعني بغات تقول لك بالخلاصة يعني ما تولديش معاه حتى تعرفي ذاك الراجل حتى تحفظيه، و3 سنين وعامين وعام عاد يمكن لك تولدي، وهذا خطأ. يعني دابا أنا سأرد على هذه الأخت، سأرد عليها، لأن هذه القضية قضية زواج بين رجل وامرأة. نحن مسلمين والزواج في الإسلام عنده معايير وعنده شروط، فهذه الأخت لم تقل حتى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخت لم تقل حتى آية من القرآن الكريم تشرح فيها وتنصح فيها، وهي تقول في كلامها أنا أنصح، يعني هي في كلامها تقدم النصح. يعني الأخت في الكلام ديالها ما ذكرت لا آية ولا حديث، وكتقول لك أنا كننصح الأخوات. فاتق الله الأخت الكريمة، اتق الله أيتها الأخت الكريمة. وأنا هذه الأخت لن أسميها ولن أسمي قناتها، فأنا فقط أصحح الخطأ وأفهمكم الفهم الصحيح في قناتكم افهم صح. أولا يا أختي الكريمة، في الزواج في الإسلام أنت تخاطبين المسلمات، الزواج في الإسلام عنده ضوابط وعنده شروط، فأنت تقولين حتى يعني ترى هذا الرجل هل هو صالح لها أو غير صالح، أو هل يعني يتفقان أم لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأمور قبل الزواج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ل4. بالنسبة للرجل الذي يختار المرأة يعني تنكح المرأة ل4، يعني الرجل يرغب في المرأة للزواج في 4 أمور: لمالها وجمالها ودينها ونسبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل يرغب في المرأة يعني يحب في المرأة 4، إما مالها أو الجمال جمالها أو نسبها
بنت فلان بنت فلان بنت الرئيس بنت كذا بنت، يعني نسبها أو دينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد في الآخر وقال فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني فوز بمولة الدين، اختار مولة الدين ستربح الدنيا والآخرة. نشرح الحديث بالدارجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الراجل إلا بغى يتزوج المرأة كيشوف في أربعة، كيبغي فيها أربعة: المال والجمال والنسب، اللي بنت فلان بنت فلان بنت القاضي بنت الرئيس بنت الوزير بنت كذا، يعني كيحب يكون النسب عنده طالع. ودينها، يعني إما المال والجمال أو النسب أو الدين، أربعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخر حط المعيار، قال لك فوز بمولة الدين، فاظفر بذات الدين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني فوز بمولة الدين غادي تربح دنيا وآخرة. يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش قال اختار مولة الدين؟ لأن مولة الدين اللي كتصلي ومتقي الله سبحانه وتعالى وسطر راسها في لباسها وما كتخرج حتى يعني كتشاور راجلها، يعني وكتطيع راجلها في المعروف، يعني في المباح، يعني ومتفقه مع الراجل ديالها، يعني كتكون هذيك مولة الدين، يعني اللي كتصلي وكتقرا القران، ما كتصنتش الاغاني المجينه، يعني ما كتشدش في الغيبه والنميمه، يعني الدين، امراه متدينه كتصلي كتصوم كتصلي النوافل كتقرا قران كتغض البصر، يعني ما كتكثرش الخروج والدخول، ما كتمشيش للهيلاله، يعني كتمشيش، ما كتكذب ما كتغش، يعني المراه حابسه الدين. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فوز بمولة الدين، يعني الدين هذه راه غادي تربح. نجيو للشق الاخر اللي هو النساء. بالنسبه للنساء الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، انظروا، أنا أقول قال رسول الله، يعني لا أقول شيء من عندي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم، بالنسبة لأهل البنت، بالنسبة لأهل العروس، يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه، عنده دين، عنده يصلي يصوم محافظ على السنن متشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معروف عليه الحياء والوقار، ثم الأخلاق، لا يكفي أن يكون عنده الدين فقط، حتى الأخلاق. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني زوجوه، لا تنظروا في ماله ولا في داره في بيته ولا في أي شيء، فقط انظروا إلى الأخلاق والدين. أما الرزق فالرزق مضمون، الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. نشرح هذا الحديث. بالنسبة الرد على الأخت الكريمة بهذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث بالنسبة لأهل العروس، بالنسبة للناس اللي بغوا يزوجوا بنتهم، بالنسبة للبنت اللي باغا تتزوج وباغا يجيها الخطيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك حط لكم واحد المعيار، قال لك: من جاءكم، إذا جاكم واحد الأخ، جاكم واحد السيد، جاكم واحد الراجل، جاكم واحد الإنسان، يعني راجل مسلم، في جوج الحوايج: الدين، يكون متدين، والخلق. شنو يكون عنده؟ الدين، يكون متدين، يكون تيصلي، حافظ على الصلوات الخمس، معروف عليه يعني تيمشي يصلي الصلوات، معروف عليه بالوقار، معروف عليه في المجتمع انه الناس اللي كتشهد ليه بالخير، انه كيصلي، انه كيقرا قران، انه كيعاون الناس، انه كيغض البصر، انه ما كيكذبش، انه ما يعني تحاولوا تشوفوا في هذا الجانب هذا. هو ما غاديش يكون ملائكه، هذا الراجل هذا ما غاديش يكون ملائكه، انما غتشوفوا الجانب اللي فيه مزيان، انه كيصلي، كيتقي الله سبحانه وتعالى، ما كيدي ديال حد، ما كيجمع مع ناس خايبين، ما كيمشي لبلايص خايبين، ما كيمشي يسكر، ما كيمشي يكمي، ما كيأذي الناس، ما كيجمع مع اصحاب الحسنات راها في راسكم، اللي ما كيجمعش مع من والي. يعني هذا الراجل هذا الاخ هذا متدين، كيعرف فقط قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول قال لك الشرط الثاني الخلق، يكون عنده اخلاق في التعامل ديالو، في البيع والشراء ديالو، في صناعته، في العمل ديالو، في طريقه الكلام، يكون عنده اخلاق. الا كانوا في هاد الجوج زوجوه. ما تشوفوا لا في المال ولا في الوظيفه ولا في البيت ولا في شي حاجه اخرى، شوفوا هاد الجوج هادو. اي مراه بتتزوج، اي اخت بتتزوج، اي بنت بتتزوج، تشوف في الراجل ديالها هاد الجوج، ماشي تضرب معاه عامين
و3 سنين عاد تعرف تحت راسه وتولد لا ما تولد معاه، لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود. والله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. راه الزواج بلا اولاد راه بحال الخيمه بلا وتاد. الزواج بلا اولاد راه بحال الخيمه بلا وتاد. ولو حنا عامين 3 سنين ضمننا روسنا، هل نحن ضمننا انفسنا عام او عامين او 3 سنوات حتى ننجب الاطفال؟ فهذا كلام فارغ تقوله هذه الاخت، تتكلم بدون علم وبدون بينه. فخلاصه المساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث حديث واحد فقط: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني يكون هذا الأخ فيه دين فيه خلق. اليوم للأسف الشديد ينظرون إلى ماله وإلى سيارته الفارهة وإلى بيته وإلى منزله وإلى مكانته في المجتمع. هل هو وزير؟ هل هو شرطي؟ هل هو يعني ينظرون إلى مكانته في المجتمع، يعني لا ينظرون إلى الدين. اليوم الناس التي قليل الأكثرية ينظرون عندما يأتيهم الخاطب ينظرون إلى السيارة وإلى المنزل وإلى الطرف. يعني إحنا إلا بغينا نشوفوا هذا الإنسان اللي جاي يتقدم لنا البنت ديالنا، وهذا الإنسان اللي باغي يخطب من عندنا، كنشوفوا فيه جوج الحوايج: الدين والخلق والأخلاق، التعامل ديالو. أما قضية الناس اليوم اش كتشوف؟ الناس كتشوف الطوموبيل والبيت، واش هذا السيد فين خدام، واش حاط يقبض في الشهر، واش هو ولد الوزير او ولد كذا او ولد او معلم او شرطي او. ففي الميزان ديال الشرع بالنسبه لنا حنا كمسلمين هذا الشيء كله ما كيسوى حتى شي حاجه، لا يساوي شيئا في ميزان الاسلام، سواء دين سواء عفوا وظيفته او مكانته في المجتمع. يعني راه هادشي ديال المكانه وديال يكون كذا ويكون وزير ويكون مرشح ويكون كذا، فهذا في الاسلام راه ما كاينش فيه الميزان، راه ما كيتوزنش الراجل في الميزان ديال الاسلام بهذا، لاننا حنا مسلمين وكنتزوجوا على كنقولوا اننا كنتزوجوا على سنه الله ورسوله، كنقولوا اننا كنتزوجوا على سنه الله ورسوله. فعلى سنه الله ورسوله تشوفوا الاخلاق ديال الراجل اللي كيتقدم والدين ديالو. اليوم والعياذ بالله خص الراجل هير يكون يوكلها يشربها يصبطها، المهم عاد تهلا فيها ويركبها في الطوموبيل احسن موديل، وراه هذاك هو الراجل عندهم. في الاخير كيتفاجئوا بان هذاك السيد اللي عنده الفلوس وهذاك السيد اللي عنده المال وهذاك السيد اللي عنده الجاه انه كيتخلى عليها وكيمشي وحده اخرى وكيطلقها. والمجتمع راكم كتشوفوا يعني اش واقع فيه، يعني كل الاكثريه الطلاق وتمزيق الارحام بسبب هذه النظره السلبيه اللي كنشوفوا اللي ولينا كنتاخذوا حنا بعدنا عن الاسلام وتعاليم الاسلام وبعدنا عن نبي الاسلام وعن رب الاسلام. فهذا نصحوا هذا الخطا ديالنا. والاخت اللي كتنصح هاد الناس كتقول لهم ما تولدوش مع الرجاله ديالكم اللي تزوجوا 3 سنين او عامين، فهذا خطا وتوب الى الله عز وجل، لان في الكلام ديالك ما ذكرتي حتى ايه ولا حديث، ما ذكرتي لا ايه ولا حديث في الكلام ديالك، وخرجتي كتكلمي وخرجتي كتنصحي الناس. ف النصيحه يعني اول حاجه خصك توجهي النصيحه لراسك انت، لانك اخطاتي وعندك متتبعين وعندك جمهور، واستطعتي انك توصل لهم هذا الكلام الخاطئ. وكنتمنى من الناس اللي كتشاهد هذا الفيديو هذا تبارطاجيه يعني اوسع نطاق، يعني تبارطاجيوه وتنشروه مع اصدقاء ديالكم حتى يوصل القدر ممكن من الناس ويصحوا هذه المعلومه اللي قالت لهم الاخت. والان حتى لا اطيل على حضراتكم، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو لهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به ثم أنساه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.